بنقول انه لسه الانتخابات. بالظبط لسه. يعني دي نقطه برضو كويسه. 27 صندوق دول ممكن، لا ده دلوقتي دول 27 مش 21 صندوق، يعني نقول لسه فاضل 99 صندوق ممكن يعني يقلبوا كويس النتيجه. ان احنا بنأكد انه دي مش نهائيه. بس احنا بندي مؤشرات. احنا شغالين مع الارقام. بالظبط. الارقام هي اللي بتخلينا نقول ايه. صحيح. صح كده. صحيح. طيب خلينا اعيد تاني، ويا ريت يا جماعه نظهر الجرافيك تاني على الشاشه. الكابتن محمود الخطيب بعد فرز 27 صندوق، مش 21، انا قلت 27 صندوق، 3421 صوت الكابتن محمود الخطيب، 1121 صوت المهندس محمود طاهر بعد فرز 27 لجنه نهائيا. فاضل 99 لجنه، يعني تقريبا تم فرز نقول ربع او 25% من الاصوات. يعني بتهيألي لسه برضه ممكن الدنيا تتغير، لانه احنا بنتكلم برضه في 35,000 او من 30 ل 35,000. لا لسه نقول كده حتى الان بس عشان يبقى الكلام واضح. حتى الان. والحمد لله انه مرشحين الاهلي متفاهمين وهيفهموا احنا بنتكلم في ايه. صحيح. واعضاء الجمعيه العموميه برضه والجماهير احنا بنتكلم بناء على ارقام. مش احنا اللي خلاص بقى التمنيات انتهت ودخلنا في الارقام. خلينا احنا بنتكلم كلام عملي يعني. خليني برضه اقول لحضرتك يعني تحليلك للمشهد دلوقتي بعد ان انتهى. يمكن قبل الانتخابات كان توقعات، الان احنا بنتكلم عن تحليل مشهد. تمام. تحليل مشهدك بالارقام اللي قالت لنا حتى الان. تحليلك للموقف، تفوق يعني قائمه الكابتن محمود الخطيب على قائمه المهندس محمود طاهر، شايف ده اسبابه ايه؟ حتى الان احنا بنقول بص، اسبابه ممكن يكون في اسباب اضعفت موقف قائمه المهندس محمود طاهر، ويمكن تكون اسباب تم لفت الانظار اليها اكتر من مره، ولكن الامور ماشيه في نفس الاتجاه، خارج محيط النادي. لكن انا شايف انه الاعضاء اللي في قائمه الكابتن، طبعا الكابتن خطيب له زي ما قلنا شخصيه معينه وشهرته وارتباط الناس بيه، ورغبتهم برضو في انه محمود الخطيب لازم يعني على قد ما ادى في الملاعب للنادي الاهلي ولمنتخب مصر، برضو لازم ياخد عايز اقول ايه، التكريم والاحترام المناسب دون يعني تجريح في المهندس محمود طاهر، يعني دون المساس بمحمود طاهر. لكن قد يكون شخصيه الكابتن محمود الخطيب، يعني ممكن لو حد تاني ضد المهندس محمود طاهر، ممكن المهندس محمود طاهر يعمل جيم اقوى. برضو خليني احلل معاك المشهد اكتر. انتخابات 2014 كان الاستاذ ابراهيم المعلم نازل قصاد المهندس محمود طاهر، وكان بيدعم الاستاذ ابراهيم المعلم كابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي، ولكن شفنا اكتساح للمهندس محمود طاهر. طب ايه اللي غير الدنيا؟ يعني ايه اللي حصل؟ لا، في فرق. الجمعيه العموميه في الانتخابات اللي فاتت اللي هي 2014 كان لها وجهه نظر انه طالما الكابتن حسن والكابتن الخطيب والمجموعه ما نزلتش انتخابات، فاحنا نختار حسب ما احنا شايفين الاصلح للنادي الاهلي. واخد بالك؟ وبعدين ما تنساش برضو المهندس ابراهيم المعلم صديق وراجل محترم وشخصيه ناجحه جدا، بس هنا بقت المفاضله بين شخصين ناجحين في مجال عملهم او على المستوى الاجتماعي. هنا في متغير خطير المره دي، انه في حد غير النجاح بقى على المستوى العملي، في شخص نجم في كره القدم، والنادي الاهلي برضو نادي كوره الاول هيروح هيرجع هنجيبه كده هنجيبه كده، واسمه الكبير اتعمل يعني هتلاقي في ناس كتيره جدا مرتبطه بان الكابتن محمود الخطيب هو نجم النادي الاهلي في كره القدم. يمكن نقول باضافه عوامل اخرى لشخصيه الخطيب، هتلاقي ان هو افضل او واحد من 3 مثلا افضل لعيبه في تاريخ الكره المصريه. مش هقول واحد بس عشان ما نظلمش الاخرين، يعني اخرين ونجوم ورجال كبار يعني. اكيد. فده بيدي على طول يعني ميزه. وخلينا نقول برضه يمكن الانتخابات اللي فاتت كان وجود العمري فاروق مع المهندس محمود طاهر طبعا فرق اكيد طبعا، لانه زي ما قلنا انه الاستاذ عمري فاروق عنده كتله تصويتيه
قويه يعرفها جيدا من يعرفون الاستاذ عمرو فاروق. طيب خلينا نقول في بعض الاصوات كانت بتنادي كابتن محمود الخطيب قبل الانتخابات بفتره، يعني من 6-7 شهور، انه ياجل اعلان انتخاباته او نزول الانتخابات ل4 سنين قادمين، او يعطي المجلس ده فرصه 4 سنين اخرى ان هو ياجل اعلان انتخاباته. يعني في بعض الاصوات كانت بتقول كده، او كانت بتطالب كابتن محمود الخطيب زي ما كان في اصوات بتطالبه انه ينزل كان في اصوات بتطالبه ان هو ياخر اعلان نزوله. فانت يعني برضو الموضوع ده خد جدل كتير وكلام كتير، وكابتن الخطيب حسبه في الاخر انه يقرر انه ينزل انتخابات. طب شايف يعني ترد على الاصوات دي دلوقتي تقول لها ايه؟ بعيدا عن الانتخابات نفسها، لا طبعا هو حر في قراره يعني. وبعدين مش بنقول الكابتن الخطيب لسه يعني صغير في السن ولا حاجه، يعني راجل ناضج وكبير وتاريخ وكل حاجه. فاختياره ان هو ينزل ده قراره، ومحدش يقدر يلومه. لماذا ينتظر 4 سنوات اخرى؟ ايه؟ مفيش مبررات، واخد بالك؟ وبعدين برضو لازم نقطه عموما برضو بعيدا عن الانتخابات، النادي الاهلي برجاله، يعني عارف ازاي يعني بمن حضر النادي الاهلي بمن حضر حتى في الاداره. اي حد هيمسك مجلس اداره النادي الاهلي، الاهلي براند بقى جامد جدا، بقول بالاضافه للسمات الشخصيه لاعضاء مجالس ادارته، انما هو النادي نفسه عايز اقول ايه، يعني مروج نفسه. يعني صحيح. يعني معلش اذا ما كانش يعني اسم كبير مش محتاج. لا اذا يعني ما كانش الاهلي هو اللي هيبقى كده، فمين بقى؟ صحيح. اي نادي في الشرق الاوسط. صحيح. يعني ده برضو نقطه مهمه لازم ناكد عليها. طب خليني يعني نتكلم برضو على المشهد. ايه اكبر حاجه اعتمدت عليها قائمه المهندس محمود طاهر في دعايتها، وايه اكتر حاجه برضو اعتمدت عليها قائمه الكابتن محمود الخطيب في دعايتها قبل اليوم؟ شوف، هو طبعا الكابتن، ابتدي لك بالكابتن محمود الخطيب، قائمته العائله، واخد بالك؟ يعني هذا التركيز، اصل الانشاءات والامور دي كلها شكرا لاي مجلس عمل حاجه، بدايه من مجلس الكابتن الوحش حتى مجلس المهندس محمود طاهر، كل واحد بيعمل دوره، يعني كل واحد بيعمل ما يجب ان هو يعمله. لكن مساله التركيز على اسريه النادي الاهلي دي نقطه ممكن تكون بعض الناس يفتكروا انها نقطه عاطفيه، فلا بالعكس، انا شايف انها بتمس يعني بتصادف هوى اعضاء النادي الاهلي جميعا. يعني اي حد عضو في النادي الاهلي بيبقى فخور بانه الاهلي ده اسره واحده والناس كلها بتحترم بعض يعني. فدي نقطه مهمه. يمكن كلام المهندس محمود طاهر كان بيعتمد اكتر على نقطه الانجازات والامور العمليه، واخد بالك؟ ممكن بعض الناس يقول لك طب ما هو اللي بيعتمد على الامور العمليه والانجازات مفروض يخاطب العقول اكتر. صحيح. معلش احنا هنرجع نقول انه احنا شعب عاطفي كمان، معلش لكن القائمتين اي حد فيهم هينجح مطالب بعمل اشياء عمليه صحيح. يعني ما اعتقدش يعني قصد حضرتك ان قائمه الكابتن محمود الخطيب مست مشاعر الناس اكتر بالظبط، اضافه الى انه ممكن يكون الكاريزما فكمل الموضوع. انا عايز اقول انه اي مجلس اداره هيتولى النادي الاهلي لازم ينجز. يعني عارف بالبلدي كده عنده حاجات بقوه الدفع. طبعا بقوه الدفع اسم النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي، ما انا بقول لحضرتك من ايام بدايه التفكير في اهلي مدينه نصر والارض يمكن انا حضرت عشان عجوز شويه، فعجوز كتير يعني، فحضرت وقعدت مع المهندس الدكتور مهندس حسن رشدي كامل، اللي هو كان مسؤول عن انشاء نادي اهلي مدينه نصر، من المهندسين الاساتذه الكبار، واتكلمت معاه برضو في القصص دي وعملت معاه حوار. فالانجاز في النادي الاهلي زي انجاز الكوره مثلا او اللعبات عموما، الرياضه، مفيش حد
بيعمل حاجه للاهلي من دماغه. هو الاهلي سيستم ماشي كويس، تتعاقب مجالس الاداره، الكل يعمل في اطار انه لازم اعمل كده، الناس صحيح. مش هتسيبني، صحيح. لازم نعمل ده، صحيح. بدليل ان كل الامور مشيت والبطولات جايه الاهلي بما